هاي جايز، عزيزي المشاهد عزيزتي المشاهدة، قبل لا تبدي بالفيديو دوس لايك. الشغلة الثانية علق على قد ما تقدر. على العموم خلونا نبدي بالفيديو. تخيل حبيب قلبي انك شخص اعمى وتصير قدامك جريمة قتل، والقاتل يبقى طاير وراك يريد يشقك اثنين لان شاكك بيك انك تشوف ومسوي روحك اعمى. خلونا نشوف ايش راح يصير. هذا راج، وطبعا مثل ما قاعدين تشوفون راج اعمى وبنفس الوقت يكون راج عازف مال بيانو خرافي، وفجأة هو قاعد يمشي بامان الله بالشارع تجي وحدة ثولة اسمها ميرا راكبة دراجة تصمت مذهبه، فقبل قالت له خرب هبل والكعبة اسفه ما شفتك، فقال لها لا يا بنت الاثول هسه اني اعمى انت ايش بيك بنت الصقاط. المهم حبيب قلبي اخذته وياها وعزمته على الغداء وقالت له والله ما تدفع الحساب لان هذا مطعمنا، فنزل اي شيء يعجبك. فقال لها والله اني كلش مستعجل لان عندي هوايه شغل ولازم اروح اعزف بيانو بحفله فكلش مستعجل. فقالت له صدق تحكي انت تعزف بيانو خرب هبل. فقالت له شوف عيني اذا عزفك حلو راح اخليك تشتغل ويانا بالمطعم، بس اريدك تعزف بيانو لابوي لان هو قاعد يدور حاليا على واحد يعزف بيانو بالمطعم. فقعد ويا روحه وقال ايه جتي وجاب هالله هم شغل وهم اكل ببلاش اخ الله خرب هبل. المهم حبيب قلبي ميرا اخذت راجل غرفه العزف وقام يعزف، فابوها سمع العزف واجى عليهم وقام يصفق له لان عزفه كان كلش حلو، ووافق انه يشتغل يمهم بالمطعم وقال له انه كل يوم بالليل تيجي تعزف بالمطعم. المهم ميرا اخذت راج حتى ترجع لبيته، وبالطريق قالت له ممكن اعرف انت شلون صرت اعمى يعني من الولاده لو حادث؟ فقال لها والله اخويا من كنت صغير امي صرختني بالنعال على راسي وقبل الدنيا طفت وكل شيء صار اظلم قدامي. المهم حبيب قلبي وصلوا للبيت وعزمها على قهوه، قال لها تعالي اسوي لك قهوه شقاقيه بالشقه. فقالت له لا والله كلش مستعجله يا الملعونه، اعتقد عندك شيء ببالك انت يا قوات. مثل ما قلت لك والله العظيم كلش مستعجله لان وراي كم واحد اريد ادعمهم بعد. فضحكوا يعني وضحك الجميع. المهم وهو صعد ركض حبيب قلبي للشقه مالته وبدا يشيل العدسات اللي لابسهن لان الملعون طلع كذاب مو اعمى بس هو يمثل انه هو اعمى، وما حد ما كان يعرف بيه انه هو اعمى غير طفل صغير كان دائما يشوفه يباوع من الشباك على العالم، ومن ينزل حبيب قلبي يسوي روحه ما يشوفه اعمى. فبدا راجي يتدرب بالبيت ويحاول يحفظ كل الاماكن وهو مغطي عينه لان فكر حبيب قلبي انه اذا اجت يمه ميرا لازم يكون لابس العدسات وما راح يقدر يشوف، فلازم يفتر بالبيت ويكون حافظ كل شيء. المهم حبيب قلبي ثاني يوم اجت عليه ميرا حتى تاخذه وياه للمطعم، وهو هالمره ما لبس العدسات مالته حتى يقدر يشوفها لان كلش قام يحب ميرا، والطريق كله قاعد يفكر ويا روحه ويقول هسه تدعم لها واحد بنت النعال وناكل خرا. المهم حبيب قلبي وصلوا للمطعم وصار الليل وبدا راج يعزف على البيانو ويغني، والناس كانوا كلش متفاعلين ومعجبين بعزفه الغنائي الخرافي الرعاط المعاطي. وبعد ما خلصت الحفله حبيب قلبي ميرا هم اخذته رجعته لبيتهم. ادري ميرا تاكسي كريم انت رب الحلو شنو السالفه، بس راج حبيب قلبي هو صعد على الدرج وقعد مناظره، فنزل ركض على الدرج حتى ياخذ المناظر، وهنا الطفل الملعون تاكد انه راج مو اعمى. وثاني يوم راح راج للمطعم من وقت، فميرا قالت له ليش جاي من وقت؟ فقال لها والله العظيم شويه جيت اتدرب على العزف بالمطعم، بس هو كذاب كان جاي من وقت حتى يشوف ميرا لان كلش قام يحبها. المهم حبيب قلبي صار الليل وقام يعزف، وبعد ما الزبائن كلهم طلعوا اجى زبون ثقيل عليه وقال له حبيب قلبي ايش قد ما تريد فلوس انطيك بس تعال للبيت اعزف بعيد ميلاد مرتي لان مسوي لها مفاجاه، وانطاه مبلغ كلش كبير ودلاه على العنوان مال الشقه مالته، وقال له باكر حبيب قلبي مو تنسى اريدك تكون موجود لان مثل ما قلت لك مسوي مفاجاه لمرتي. وفعلا ثاني يوم راح راج للعنوان وطلعت له زوجة هذا الرجال وقالت له عيني انت ايش رايد؟ فقال له والله العظيم اني جاي على زوجك لين عندي موعد وياه. فقالت له والله هو طالع حاليا وراح يتاخر مر له وقت ثاني. المهم حبيب قلبي راج كت الاول والتالي قال لها عيني اني عازف بيانو ورجلك كان مسوي لك مفاجاه انه اني اجي اعزف لك، فما تقولي لي ارجع وما اعرف شنو هالمضرطه هاي عفي على صفحه. قالت له بابا ما تولي من وجهي من دن على ابوك لابو حتى البيانو. فقال لها ها هيك الوضعيه اوكي العداني هسه راح اخابره واشوف ايش وقت يرجع. فقالت له ايش بيك ايش المضرطه وجد بس ما تحب شقه تعال طب. وقالت له تعال ابقى جوا قاعد بالبيت بس لا تخابره وتقول له انه انت جيت وقلت لي لان تعرف يعني هو مسوي لي مفاجاه وانت زربت بام المفاجاه يعني حكيت لك كل شيء فلا تقول له ولا تخابره. فقالها اوكي ودته على مكان البيانو وقالت له شنو انت اعمى؟ فقال لها لا والله اخرس بنت النعال ما تشوفيني لابس نظارات وشايل عوده غير اعمى. فقالت له تمام حبيب قلبي بشرفك اعزف لنا شيء حزايني لان الوضع زارب وانت ما تعرف شكو ماكو. وهو قاعد يعزف حبيب قلبي شاف جثه ممدده على القاع وقال خرب هبل على هالدقه اذا صدق، والنوب هو ما يقدر يبين اي رده فعل حتى لا تشك بيه انه هو يشوف مو اعمى وظل مثل بلاع الموس. المهم قال لها عيني انا ما خليت شيء حزايني ما عزفته الك بنت النعال ما تقولي لي شربه بطل عرق دي كافي فك يا اخي عني بشرفك. بس قالها قبل لا اطلع بروح ابوش بس وديني للحمام لان ترى يعني ما احكي لك وضعيتي يعني راح الوص على نفسي. فقالت لي حبيب قلبي اوكي قوم تعال، واخذته للحمام ومن طب للحمام حبيب قلبي لقى القاتل واقف بالحمام، بس هو حبيب قلبي تصرف بكل طبيعيه وعمل بيبي والدنيا طيبه وعلى اساس هو ما يشوف، ونعرف انه هذا ضابط شرطه ومصاحب مرت هذا الرجال الغني. ومن اجى رجلها للبيت
قاعده تخونه ويا هذا الضابط قبع عليهم. فهم ايش سووا؟ ما لقوا حل غير ان هم يقتلوه حتى يسدون الموضوع. وبدأوا الضابط ومرت الرجال ينظفون المكان وسحبوه وخلوه بالمكان اللي شافه راج بيه. وما يدرون حبيب قلبي انه راج مو اعمى وشاف كل شيء. المهم مرت الرجال جابت مسجل وشغل صوت رجلها عود رجع للبيت، وراحت على راج قالت له احب قلبي. رجلي يقول خلي المقلاقيله ويطلع من البيت لا اجي افلش البيانو على راسه، ما ناقصين دوخه احنا. المهم راج طلع من البيت واجر تاكسي وقال له حبيب قلبي الاقرب مركز شرطه راح مع والديك. وفعلا راح للمركز وقال لهم اريد اقدم دعوه بخصوص جريمه قتل. بس بهاي اللحظه اللي قاعد راج يحكي بيها للضابط دخل عليهم الضابط اللي كان ويا مرت الرجال. طلع حبيب قلبي يشتغل بنفس هذا المركز. سبحان الله سبحان الله. لا هو يعني قريب اكيد هذا البيت على هذا المركز يعني اوكي يعني تمام. وما احكي لكم حبيب قلبي راج زرب على روحه من الخوف. المهم قالوا له ايه كمل منو المقتول اللي تريد تقول عنه؟ فقال لهم والله جاي ابلغ على البزونه مالتي قاتليها ما ادري خاط فيها ما اعرف شنو السالفه. بس الضابط ويا روحه قال لا يا الملعون بزون مو الا اشعل مذهبك قواعد على هالكذبه، وشك بيه انه هو يشوفه مو اعمى. المهم الضابط اخذ راج وراح وياه لبيته حتى يتاكد انه اذا كان راج اعمى لو لا. وبدا يساله وقال له حبيب قلبي بلا زحمه بزونتك يا لون. راج قال له والله لونها اسود وابيض. قال له انت مو اعمى ابن النعال شلون عرفت انه هي لونها اسود وابيض؟ فراج قال له والله حبيب قلبي غير الناس هيك يقولوا لي انه بزونتي لونها اسود وابيض انا ما ادريني. وراها الضابط شال سكينه ووجهها على راج حتى يشوفه راح يخاف لو لا. بس راج ما بدر منه اي شيء يبين انه هو يشوف. المهم بقى يقول له بزونتي اذا ما ترجع انا اتخبل رجعوا لي اياها. وبهاي اللحظه تجي بزونته. فالضابط تاكد انه راج ما يشوف فعافى وراح. وراها رجع راج يعزف بالمطعم وجو الصحفيين والشرطه وبداوا يحققون بحادثه اختفاء هذا الشخص الغني. وكانوا جايين يسالون الناس اللي بالمطعم لان هو دائما كان يجي هنا. المهم حبيب قلبي الشرطه جابوا راج حتى ياخذون افادته لان هو اخر شخص حكى وياه. وكانت موجوده زوجة الرجال والضابط اللي تحبه. فما تحمل راج وقام وقال للشرطه هذول الاثنين هم اللي قتلوه وانا شفتهم بعيني. بس طلع دا يحلم ابن النعال يعني كان دا يتخيل انه هو حيقوم يسوي هيك. هو ما سوى هيك لان فكر ويا روحه وقال اكيد اذا قلت هيك ما حد راح يصدقني فخل انشب واسكت. وراح حبيب قلبي نشوف مرت الرجال المات رايحه على مره كبيره جوارينهم وكانت شاكه بيها انه هي تدري بموضوع رجلها وشلون مات. فقالت لها ممكن تجين احكي وياك بالشرفه مالت العماره. فقالت لها ايه اوكي. وطلعت هي وياها بالممر مال العماره ومن وصلوا يم المحجر شمرتها من فوق العماره وماتت. بس بهاي اللحظه يكون راج بالمصعد ويشوفها من شمره المراه وقال خرب بوبل شنو هالمره هاي الكعبه كل ما اجيها القاها تقتل احد يشبيك بنت النعال. وهو سوى اللوت يوقع العوده وسوى روحه دا يشيلها من القاع وبعدين راح على الباب مال هاي المره وبقى يدق بيها وما حد رد له. وراح عود على اساس هو يعني ما شافها لين اعمى فما شافها هي واقفه على هاي البنيه عفا وراح. المهم وراها هاي البنيه راحت على راج للبيت وقالت له شلونك حبيب قلبي مشتاقه لعزفك ممكن تعزف لي شي حزيني. هنا حبيب قلبي راج قال والله كنا خرا ما دامت عنت لي للبيت يعني اكيد ريت تقتلني. المهم قالت له شلون جبت لك حلاوه طق بالقاع وهو مثل المطي ما شايف قبل اكل من هاي الحلاوه. فطبت قعدت وهو راح سوى قهوه وجاب كوب له وكوب لها. فيا حبيب قلبي طلع السم من جنطته وحطت بالكوب مال القهوه مالته وقالت ويا روح حد يلا ابن النعال هسه حتبين اعمى لو مو اعمى خلينا نشوف. المهم هي شربت القهوه وهو بقى لازم الكوب مالته وراها حط على الميز ووقعه. فقالت له سلم نفسك انت محاصر انفضحت ابن النعال. فقال لها بنت الكلب ما تقولي ليش بيك ما تنامين الليل اذا ما تقتلين احد بنت الخرش بيك وتجدبس. وبهاي اللحظه راج بدت تصير عنده رجفه على سلولي وهو واقف. فنعرف حبيب قلبي انه هي حاطت له ماده بالحلاوه اللي اكلها اول ما اجتي وهاي الماده خلته يفقد السيطره على نفسه وينام. وبعد ما قعد من النوم شاف انه كل شيء ضبابي وما قاعد يشوف زين. فقام غسل وجهه ونفس الشيء هم بقت الدنيا مغوشه بعينه. فجت هاي القاتله الملعونه وقالت له انا خليت لك ماده راح تعميك من صدق حتى خاف يعني ناوي تبلغ علينا ما حد راح يصدقك لين راح تكون اعمى حقيقي يعني مو كذب. المهم ورا شويه اندقت الباب وطلعت بنت ابو المطعم وشافت هاي يمه وعباها يخونها. لك عيني هنديه ولكفت حبيبه يخونها زربت بام مذهب راج بالهندي استلمت عكس مربع خاينه هي قواده هي يا الماتصون العشره هي اليوم احرق مذهبك هي. لا اقول لكم ولا تقولوا لي سلقت مذهبه. المهم حبيب قلبي راحت هاي القاتله على حبيبها الضابط وقالت له ها هي انعمه من صدق. فقال لها بابا انا مو قلت شو كتلي انت شو رايح حاطت له سم وتعمي كتلي بابا خلينا نخلص من ام هالمضرطه. المهم راح الضابط على راج حتى يكتله وبداوا يتلاطمون هابط هابط الدنيا اشتعلت. وبعد ساعات من القتال التمضرطي قدر راج يطفر من الضابط وصعد ويا رجال كبير هو ومرته واخذوه للمستشفى وسووا له فحص. فقالوا له عيني عيونك مزروب بيها لو تلعق عليها لو راح تنعمي. كان يقول خرب مذهبك هي يا بنت النعالي هي على هالزربة هي.
المهم انطوه اكل وخدروه وبدوا ياخذونه باعضاء، كل واحد ياخذ له شغله لان قالوا هو صار اعمى بعد شكو عايش. بس طلع راج حبيب قلبي دا يحلم انه هم قاعد ياخذون اعضاء لان هم كل شيء ما سووا له اصلا. فقالوا له اهدأ وليدي ايش بيك ليش هيك صاير بيك؟ فقال لهم والله هي ما اعرف منين ابديها هي. المهم حكى لهم السالفه من طقطق السلام عليكم. فقال له لعيني ماكو غير انه نخطف هاي الملعونه اللي سوت بيك هيجي ونساومها على مبلغ كبير حتى تصلح بيه عينك. فقال لهم اوكي وياكم. نشوف هاي القاتله دخلت على بيتها ولقت راج قاعد يعزف على البيانو. فقال لها عيني من الاخير انا رايد فلوس حتى اسافر خارج الهند، لا ما ضغط عليكم ولا تمضغطون علي، اعطوني فلوس وخلوا اولي. فقالت له اوكي وراحت جابت جنطه مال فلوس وقالت له امشي خل انا اوصلك للمطار بايدي وانطيك الجنطه مالت الفلوس حتى اتاكد من عندك سافرت. وهي كانت مخططه انه تاخذه للضابط حتى يقتله، بس وصلوا يوم نفق حبيب قلبي كانت اكو تك تك طابقه بحلقه النفق. فقامت تدق هورن وتصيح عليهم، بس حبيب قلبي راج قام وحط وصله على خشمها بها مخدر صمت مذهبها، واخذوها وربطوها بالكرسي وطب اختلفوا على راج وهم ربطوها بالكرسي حتى ياخذون الفلوس لوحدهم. لك عيني تريد لك واحد شريف بهذا الفيلم ماكو خرب يومكم. المهم راحت الحجيه على الجنطه وطلعوا الفلوس لقوها مليانه اوراق وبس الوجه مال الفلوس فلوس، يعني انضربوا بوري بين قوسين. ونشوف راج قدر يفك روحه من الحبل، بس هاي القاتله هم فكت روحه وقامت صمطته بتوثيه على راسه شعلت اهله. بس قبل لا تقتله اجى الدكتور وخدرها واخذوها بالسياره وقال له عيني اني راح اخذها ابيع اعضائها بمبلغ كبير كلش ونتقاسم اني وياك وراح اعالج عينك. فراج قال له عمي والله موافق، والله ادري بك حدق الناقصه بيه بس يلا وياك موافق. بس هاي القاتله قعدت وقامت تصيح وتعيط بالجنطه مالت السياره، فنزل الدكتور حتى يسد حلقها، بس اول ما فتح الصندوق انطته وحده مستقيمه بالويل سبان وطيرت رقبته. وراح صعدت بالسياره وراها نزلت راج قالت له انزل ابقى هنا مثل الكلب، وفكرت انه من ينزل تجي عليه تدعمه وتكتله حتى تخلص من امها السالفه. وفعلا نزلته وجت له مزنعره، بس قبل لا تدعمه قمز الارنب قدامها وفلش الجامه فهي انثولت ونزلت على التراب حبيب قلبي وانقلبت السياره وتفجرت والشلق مذهبها وماتت هاي الملعونه. وبعد مرور سنتين نشوف راج قاعد ويا حبيبته الاولى بنت ابو المطعم وقاعد يحكي لها على كل شيء، يعني حكى لها على الحقيقه كلها وقالها حبيبه قلبي انه انا قبل كنت امثل انه انا اعمى، بس الله وكيلك وانت ما محلفتني وداعتك انا فعلا صرت اعمى هسه وما قدرت اعالج روحي لان تكاليف العمليه كلش غاليه. فقالت له لا تدير باله هي اني ابوك ابويا هي وانطيك الفلوس هي يا بعد عمره هي. المهم حبيب قلبي نشوف راج قاعد يتمشى وتكون اكو قدامه قوطيه مال بيبسي وضربها بالعوده مالته، فنعرف انه راج يشوف وكل شيء ما بي، بس هم رجع للنصب وقال لحبيبته انه هو اعمى والعمليه غاليه حتى تنقهر عليه ويقطعها. لا يا الملعون على هالدقه. وبس هذا كان فيلمنا لليوم، اتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا بالقصه. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناه.